حكيم زياش كيماركي بيت واعر مع الفريق ديالو غالاتا ساراي ضد فريق اسطنبول. تيرا واحد التسديده قويه اللي كانت باينه داخل الشبكه، واللي لاحظوا الجماهير انه ما احتفلش، بقى عادي ما احتفل ما والو. اللي كيبان لي انا هو السبب هو الفاجعه اللي وقعت في المغرب بسبب الزلزال، بحال الا قلتي باقي الحداد. الاغلبيه ديال اللاعبين المغاربه ما تيبغيوش يحتفلوا احتراما للناس اللي ماتوا والناس اللي ماتوا لهم العائلات ديالهم. واخا ما كملش الماتش، المدرب دخلوا كرئيسي من الاول، ضرب 66 دقيقه بالضبط وخرج. وكاين اللي تخلع قال انه عنده شي اصابه خطيره، ولكن بعد الاستجواب مع المدرب قال لهم انه بغى يخرج حيت ما حس براسو هو هذاك، وانه عنده اصابه خفيفه، وقال انه تيحترم اللاعب زياش وتيثيق به، وانه لحقاش مده ما لعبش مازال غيتحسن المستوى ديالو وغيعاون فريق غالاتا ساراي مزيان في المستقبل. وفاش سولوا زياش قال لهم انه ماشي شي حاجه كبيره، وانه غيكون حاضر في المباراه الجايه ان شاء الله. وسولوا على الوضع ديالو مع الفريق التركي، خصوصا انه بان انه منسجم مع الفريق ومع اللاعبين الاخرين، وغيا ولف واخا ماشي هادي بزاف باش انتقل لغالاتا ساراي. وهما تيهضروا قالوا ان الحاجه الوحيده اللي كانت كتقلقوا هي انهم ما كانوش كينطقوا السميه ديالو مزيان، ولكن دابا ماشي مشكل، ما بقاش كيهمو هادشي. وانه غالاتا ساراي كان عليها تماركي في الشوط الاول، كان المباراه غادي تكون سهل، ماشي مشكل. المهم انهم ربحوا الماتش وربحوا 3 النقاط. كنتمناو المزيد من التالق لحكيم زياش. كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديروا لنا جيم وتابوناو. كان معكم عبد الله.